قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. فيلمنا بيبدأ مع واحد اسمه ريتشارد، واللي بيكون واخد صديقته جينيفر عشان يقضوا الأجازة في بيته اللي معزول في وسط الصحراء، واللي بيكون متجوز لكنه بيخون مراته مع جينيفر وهو مفهمها ان هو مسافر عشان الشغل. وبيقضوا أول ليلة لوحدهم في البيت، وتاني يوم بتصحى جينيفر وبتفطر، ولما بتطلع بتتفاجأ باتنين واقفين قدامها وبيتفرجوا عليها من إزاز البيت. فبتنادي على ريتشارد اللي بيفتح لهم الباب وبيعرفها عليهم، وبيقول لها ان دول أصحابه ديمتري وفينسنت، واللي كان المفروض يوصلوا بكرة مش النهارده عشان يسهروا معاه بعد ما جينيفر تمشي ويطلعوا في رحله صيد سوا. وبيقول له فينسنت انهم فضلوا يجوا بدري عن ميعادهم عشان يقضوا السهره معاهم النهارده. وبنلاحظ ان هم اعجبوا بجينيفر جدا، وبيقضوا فعلا اليوم سوا، وبالليل بيسهروا مع بعض وبيخربوها. وديمتري بيبقى متنح لجينيفر وماسك المنظار بتاعه وبيبص عليها ومش عايز يسيبها في حالها. وبيلاحظ ان في كيس قدامهم في عشب غريب على الترابيزه، ولما بيسال عنه ريتشارد بيقول له ان ده عشب مخدر قوي جدا وبيسبب تخدير الجسم كله وهلوسه شديده جدا. وبيقول لهم ان هم لا يمكن حد منهم يستخدمه لان البيت فيه اسلحه، وانه مش ضامن ايه اللي ممكن يحصل ساعتها. وبيطلب من جينيفر انها تاخده وتخبيه في اي مكان سري عشان محدش يقدر يوصل له. وبتروح فعلا وبتخبيه في السلسله اللي لابساها، وبترجع وبيكملوا السهره بتاعتهم سوا. وتاني يوم بتصحى جينيفر لكنها مش بتلاقي ريتشارد جنبها، ولما بتقوم وبتسال عنه فينسنت بيقول لها ان هو راح عشان يجيب تصريح رحله الصيد اللي هيعملوها سوا لانهم هيستخدموا فيها الاسلحه. وبيقول لها ان ديمتري لسه نايم من امبارح بعد كميه المشروبات اللي شربها، يعني مفيش حد غيرهم صاحي في البيت. وبيبص لها فينسنت بنظرات غريبه جدا، فبتخاف منه جينيفر وبتقول له ان هي هتدخل الاوضه عشان تجهز الشنطه بتاعتها. فبيدخل وراها وبيراقبها وهي في الاوضه، فبتخاف جدا وبتشوفه وهو جاي عليها وبيحاول يقرب منها. ولما بتبعد عنه بيسالها ليه بتحاول تبعد عنه، فبتقول له لانها صاحبه ريتشارد وانها بتحبه وانه مش من النوع المفضل ليها. فبيتعصب فينسنت عليها جدا وبيقرب منها اكتر وبيحاول يعتدي عليها. لكن ساعتها ديمتري بيصحى وبيدخل عليهم الاوضه، ولما جينيفر بتطلب منه يساعدها ويبعد فينسنت عنها بيسيبهم لوحدهم وبيمشي ولا كانه شاف حاجه. وبعدها بيوصل ريتشارد وبيقول لهم ان هو خلص تصريح الصيد، وبيلاحظ ان شكلهم غريب وبيحس ان في حاجه غلط حصلت. ولما بيدخل الاوضه بيلاقي جينيفر بتبكي وبتقول له انها عايزه تمشي حالا، فبيفهم اللي فينسنت عمله وبيطلع يتخانق معاهم هما الاتنين على اللي عملوه في صاحبته. وبيرجع بعدها يتأسف لها وبيوعدها ان هو هيشغلها الشغلانه اللي كانت بتحلم بها دايما، وبيدي لها شيك بمبلغ كبير عشان ما تقولش لحد على اللي حصل. فبتتضايق جينيفر منه جدا وبتتخانق معاه، وبتقول له ان هي عايزه تمشي حالا من المكان والا هتتصل بمراته وتعرفه ان هو بيخونها. فبيتعصب عليها ريتشارد وبيضربها وبيوقعها على الارض، وبيقول لها لو فكرت تفتح بقها هيكون مصيرها الموت. فبتجري وبتحاول تهرب من البيت وبتفضل تجري في وسط الصحراء، وريتشارد واصحابه بيجروا وراها عشان يمنعوها انها تقول لاي حد على اللي حصل، لحد ما بتوصل لحافه جبل عالي وبتلاقي نفسها محاطه بيهم ومفيش مهرب. فبيعمل ريتشارد ان هو بيتصل بالتليفون وبيكلم الطيار عشان يجي ياخدها ويروحها للبيت، لحد ما بيقرب منها وبيزقها من على حافه الجبل. فبتقع جينيفر على شجره وبيدخل في جنبها غصن الشجره، وبيقول لهم ريتشارد انه كان لازم يعمل كده عشان يضمن انها ما تبلغش عنهم لانهم ممكن يدخلوا السجن بعد اللي عملوه، وكمان كانت ممكن تقول لمراته على خيانته ليها وتبوظ له حياته. وبعدها بيرجعوا للبيت وبيحرقوا كل حاجه تخص جينيفر وبيجهزوا نفسهم لرحله الصيد ولا كأن حاجه حصلت، وهم فاكرين ان جينيفر ماتت وتخلصوا منها. لكن المفاجاه ان جينيفر بتكون لسه ما ماتتش، وبتفوق على غصن الشجره اللي انقذها من الموت، وبتحاول انها توصل للولاعه بتاعتها عشان تولع في فرع الشجره اللي تحتها على امل ان الشجره تضعف وتقع بيها وتقدر انها تنزل من على الشجره. وفعلا بتقوم وفرع الشجره بيكون لسه راشق في بطنها، لكن وهي بتسحب بتسمع صوت عربيه بتقرب منها، وبتفهم انه اكيد ريتشارد واصحابه واللي فكروا انهم لازم يروحوا ويتخلصوا من الجثه بتاعتها عشان ما حدش يشوفها. فبتحاول انها تستخبى تحت الجبل عشان ما يشوفوهاش، وبينصدموا لما بيبصوا ويلاقوها اختفت. وبيخاف فينسنت وبيقول لريتشارد ان لسه قدامهم فرصه يلاقوها ويعالجوها وساعتها ممكن تسامحهم على اللي عملوه فيها. لكن ريتشارد بيتعصب عليه وبيقول له ان هو لا يمكن يعرض حياته للخطر عشان واحده زي جينيفر، وانهم لازم يدوروا عليها ويقتلوها ويخفوا الجثه. وبيبداوا فعلا يدوروا عليها لحد ما بيوصلوا بالليل لتحت الجبل، وهم بيدوروا بيلاقوا اثار دم على الارض وبيمشوا وراه عشان يوصلوا لها لحد ما بيوصلوا لبحيره كبيره وبيقرروا يوزعوا نفسهم. وبيفضل فينسنت في العربيه عشان لو جينيفر ظهرت، والباقي كل واحد بيروح في اتجاه عشان يدور عليها. وبيعدي ديمتري على المكان اللي جينيفر كانت فيه لكنه مش بيشوفها لانها بتكون نزلت تحت الميه في البحيره لحد ما بيبعد عنها، وبعدها بتطلع من الميه وبتحاول تهرب من المكان. فبتلاقي ديمتري واقف قدام العربيه بتاعته وسايب سلاحه وراه، فبتسحب جينيفر لحد ما بتقدر تاخد السلاح وبتهدده عشان ما يتحركش. ولما بتحاول تضرب عليه بيكون السلاح مقفول بزر الامان والسلاح مش بيضرب، فبيمسكها ديمتري وبيضربها وبيبلغ زمايله على اللاسلكي انه لقاها وانه هيخلص عليها ويقابلهم هناك.
وبيرميها في البحيره وبيحاول يغرقها في الميه، لكنها بتقدر تاخد الخنجر اللي كان معاه وبتضربه بيه في دماغه وبتخلص عليه. وبعدها بتاخد شنطه ديمتري والبندقيه بتاعته وكمان العربيه، وبتحاول تبعد عن المنطقه على قد ما تقدر لحد ما البنزين بيخلص منها، وبتضطر انها تكمل مشي لحد ما بتوصل لكهف وبتقرر انها تنام فيه لحد الصبح. وبتولع النار وبتقلب في الشنطة وبتحاول تلاقي أي حاجة تساعدها عشان تقدر تعالج نفسها، وبتحاول تشين غصن الشجرة اللي كان لسه في جنبها، وبيبقى حظها كويس لأنه ما أصابش أي عضو حيوي في جسمها. وبتستخدم الخنجر عشان تخرج الغصن، وبعدها بتسخنه وبتسخن علبة صفيح عشان تكوي الجرح بيه لحد ما بيغمى عليها من التعب. وتاني يوم الصبح بيكون فينسنت نايم في العربية، ولما بيروح فينسنت عشان يغسل وشه في البحيرة بيلاقي ديمتري مقتول وطالع له من المية، فبيجري بسرعة. ولما ريتشارد بيشوفه بيقرر ان هو يربطه بالصخور عشان يرميه تاني في البحيرة ومحدش يشوفه، وبيطلب من فينسنت انه ينزل ويساعده، وبيتضايق عليه وبيضربه لانه كان السبب في كل اللي حصل، ودلوقتي كمان صاحبهم مات بسببه. وجينيفر بتكون لسه في الكهف وبتقوم من النوم، والهلاوس بتكون شغالة بسبب العشب اللي اكلته. ولما بتفوق بتجهز نفسها عشان تتحرك، وبتاخد كل الاسلحة اللي كانت مع ديمتري، وبتقرر انها تدور عليهم عشان تنتقم منهم على اللي عملوه فيها. ولما بيلاقوا الدراجة بتاعت ديمتري بيعرفوا انها دلوقتي ماشية على رجليها، وبيوزعوا نفسهم تاني عشان يدوروا عليها، وبيدوروا بين الجبال لانها ممكن تكون هناك عشان تستخبى منهم. وجينيفر بتستخدم المنظار وبتقدر تشوف فينسنت اللي كان بيتحرك بالعربية ناحيتها لحد ما بتشوفه وقف بالعربية بين الصخور بعد ما البنزين خلص منه. ولما بينزل عشان يحط بنزين في العربية بتحاول انها تضربه بالبندقية، ولان اول مرة تستخدمها البندقية بترتد وبتقع على الارض، ورصاصها بتيجي في كتف فينسنت ومش بيموت. وبتقوم جينيفر بسرعة عشان تدور عليه، وبتمشي ورا الدم اللي بينزل منه بسبب الرصاصة اللي جت في كتفه، وبتحاول تموته. وفينسنت بيكون بيحاول يوقف النزيف بأي طريقة، وبيستخبى منها بين الصخور لحد ما بتعدي، وبيحاول ان هو يقتلها، لكن بسبب الإصابة بتاعته مش بيقدر يصيبها، والرصاصة بتجرحها بس. وبتقوم تاني عشان تهرب من فينسنت اللي بيكون مش قادر يضرب عليها، وبتحاول تهرب وهي بتجري بتطلع الكشاف اللي معاها وبتكسره عشان فينسنت يدوس على الإزاز بتاعه ويقع على الأرض وتعطله. ولما بيطلع الإزاز اللي في رجله بيرجع تاني للعربية وبيحاول يسوقها ويروح ناحية جينيفر ويخبطها بالعربية، لكنها بتكون واقفة له في نص الطريق وبتحاول تضربه وهو في العربية بالبندقية، وفعلا المرة دي بتقدر تصيبه في دماغه، والعربية بتدخل في الجبل، فبتروح وبترمي فينسنت بره العربية وبتاخدها وبتتحرك بيها. وساعتها ريتشارد بيكون لسه بيدور وبيحاول يتصل بفينسنت اللي مش بيرد عليه، وبيفضل مستنيه لحد ما بيتعب وبيقرر ان هو يرجع البيت تاني. وبعدها بيتصل بالطيارة عشان تيجي وتاخده حالا. ولما بيدخل عشان ياخد حمام بيسمع صوت جاي من بره، فبياخد البندقية بتاعته وبيطلع عشان يشوف في ايه، وبيدور لحد ما بيلاقي جينيفر واقفة قدامه. ولما بيحاول يهرب منها بتضربه وبتقدر تصيبه في جنبه، وهو بيحاول يضربها هو كمان وبيهرب منها جوه البيت. وبتفضل تدور عليه وبتاخد بالها انه مستنيها جوه الأوضة عشان أول ما تدخل يقتلها، فبتلف عشان تجيله من الناحية التانية، لكنها بتلاقيه خرج واتحرك للمطبخ عشان يحاول يوقف النزيف، وهي بتحاول توصل له وهو مصاب لكنها بتتزحلق بسبب الدم. وبيجي ريتشارد من وراها عشان يقتلها، لكنها بتقدر تمسك البندقية في آخر لحظة وتخلص عليه. وبتطلع بعدها بره البيت عشان تستنى الطيارة اللي جاية وتمشي من المكان بعد ما انتقمت منهم كلهم على اللي عملوه فيها. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده، وسلام.